أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية بحول الله. كما ترون اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم طاقلياتيلي كتجي ولا أروع. طاقلياتيلي بسمك أو بالكالامار والكروفيت، كتجي رائعة ما شاء الله. كما شفتوا غادي ناخدو غير واحد شوية ديال الكروفيت، غادي نقيوه نحيدو له القشور ديالو، من بعد نقيوه في الظهر كما تعرفوا انه فيه واحد الخيط اسود نحيدوه، من بعد نرجعو ان شاء الله. ومن بعد كما شفتوا تا الكالامار تا هو مغسول ومصاوب، خديت هذاك الريصان من بعد ما تنقاو، قطعتهم على هذا الشكل، قطعت شويه ديال الكروفيت، خليت شويه صاين. من بعد غادي ناخدو الكالامار كما راكم تشوفوا، انا درت غير واحد جوج حبات يعني كافيين. غادي تاخدوه، غادي بحال اللي تفلحوه بواحد الجهه وتقلبوه للجهه الاخرى باش يعطيكم واحد المنظر زوين. راني ديجا درتها في واحد الاكله كيجي رائع. غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، تدخلوا تما غادي تشوفوها كتجي ولا اروع. من بعد ما فلحتو مزيان غادي نقسمو قطع صغار على حساب يعني ما تاخد يعني هذاك الفرشيطه صافي. من بعد كذلك غادي ناخد خيزو، حتى هي غادي نوظفها في هاد الطاقلياتيل. يعني دائما خصنا نوظفوا الخضر في الاكل ديالنا باش هكا الوليدات الصغار يستافدوا، او حتى حنا نستافدوا، يعني ما نقتصروش غير على المعجنات. من بعد في واحد الكاسرونه درت فيها واحد نص لتر ديال الماء، غادي ندير فيها واحد الضامه ديال الكروفيت، ندير فيها خيزو هذاك اللي بقى لي من اللي حكيت، ومن بعد واحد نص بصله، شويه ديال الاعشاب منسمه ورقه سيدنا موسى. ومن بعد ندير القشور يطيب. انا القشور ما عمرني رميطو ديال الكروفيت، ونزيد هنا واحد شويه ديال المعدنوس وقزبر ونخليهم يطيبوا. من بعد طابوا واحد 5 أو 8 ديال الدقائق، غادي نصفي داك الماء هو اللي غادي نخدم به. الا شاط لكم هكا وما لقيتو ما ديروا به، غادي تاخذوه وديروه في المجمد. يجي واحد الوقيته ديروا به مثلا صوص يعني هكا شي حساء، او يعني تخدموا به بايلا ولا شي حاجه. من بعد غادي ناخذ هنايا غير الكالامار، سواء الكالامار يعني هذاك غادي نسلقهم غير واحد شي دقائق على حساب واحد 3 أو 4 ديال الدقائق، يتسلق واحد شويه في داك الماء ديال الكروفيت. من بعد في واحد المقله غادي ندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الزبده، ونحيد هذا الكالامار. طبعا غادي نفصل الكالامار على هذوك الدقادق الصغار، حيت كل واحد غادي ندير له طريقته في الطياب. كما شفتوا يعني ما طيبطوش بزاف باش هكا نستافدوا، حيت الا طاب بزاف راه غادي يبقى يعني يجي قاسح. ونديروا طاقلياتيلي في داك الماء ديال الكروفيت باش يجي زوين. كما لاحظتوا ما نزيد حتى شي حاجه، حتى الملحه ما بغيتش نزيدها حيت الضامه فيها الملحه. من بعد هنايا درت الكالامار ودرت الكروفيت، يعني يتشحروا غير واحد شويه. ندير شويه ديال البزار فوقهم، طريقه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه، نراعيو الملحه. نحركوها يعني غير فين تتشحر كما شفتوا. خليت ديك الزبده والزيت حتى تكراميليزات باش دغيا يطيب، يعني يتحمروا بلا ما يطيبوا بزاف. من بعد هنا زدت شويه ديال صوص صوجا باش تعطيني اللون وتعطيني المذاق. غادي نحرك غير واحد شويه ونحيدو صافي.
شفتوا ما شاء الله يعني تحمر وعطى اللون ديالو. نحيدوه نديروه في واحد الاناء ونغطوه بكارت ديال الفرن او شي حاجه باش هكا يبقى محافظ على الصهد ديالو باش ما يقساحش. هنا خديت السبانخ واحد شويه غادي نشحرهم بعدا ديك التشحيره ديال كروفيت وكالامار باش تعطيني ديك النسمه. نحيد كذلك. وهنايا غادي نديرو البصله مقطعه رقيقه، نديرو شويه ديال الزيت شاتني شويه ناشفه، من بعد نحركوها حتى تعطي هذيك الحلاوه ديالها وتعطي ديك اللذه. نديرو شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، من بعد هنايا نزيد هذاك الكالامار وداك كروفيت. وهنايا كما راكم تشوفوا خيزو غادي نديرها يعني تنشوف الطقليات اللي طابت عاد وندير خيزو، ما نخليوهاش خيزو طيب بزاف، خصها تبقى كروكون. يلا فين تصهد شويه نحيدها. من بعد التشحيره تقريبا راها طابت، غادي نكب عليها واحد الكاس ديال القشده الطريه ونحركو مزيان. هنا نجهدو شويه النار، ندير هنايا شويه ديال فلفله كونكاسي، ومن بعد نزيد الطقليات اللي من بعد ما صفيتها تتشرب هاد لاصوص ديالها. نزيد شويه ديال الفرماج من الفوق باش تلدد مزيان، يعني تقدروا كاع ما تزيدوش حيت راها تبارك الله لذيذه. صافي غادي نقدموها طبعا بالصحه والراحه. طبعا التقديم يبقى اختياري. هنايا غادي عاد نزوق بهذا الشيء اللي شحرت في الاول، الكروفيت مع الكالامار، او تقدروا تخلطوه معاه، يعني يبقى لكم الاختيار. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تكونوا عجبكم الطبق، راه كيجي لذيذ واحد اللذه يعني، وفيه كل شيء المكونات. نتمنى ان شاء الله دعمونا، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.